السلام عليكم، اهلا بيكم معاكم زي ما اتعودتم خبيرة التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. الفيديو ده النهارده مش على قناتي وصفات لجمالك، لا هي على قناة دكتورة دعاء محمد. ربنا يجعلني يا رب ضيفة خفيفة عليها وعليكم. النهارده جايبه لكم معايا وصفة حلوة قوي لتفتيح الاماكن الحساسة، والوصفة دي سهلة جدا بسيطة قوي، وكمان الوصفة دي مناسبة جدا لفصل الشتاء اللي احنا فيه دلوقتي. لان طبعا فصل الشتاء مش هتقدري تقعدي مخففة هدوم كتير، ولا طبعا هتقدري ان انتي تقعدي بوصفة مش هتقدري تلبسي عليها هدوم، ولازم تدخلي طبعا تزيلي اثر الوصفة وتغسليها. الوصفة بسيطة جدا وممكن تدهنيها وتلبسي هدومك عادي، وتفضلي طبعا بيها ممكن لحد تاني يوم الصبح او لحد الوقت اللي هتاخدي فيه شاور، مفيش اي مشكلة منها خالص. من الوصفات الجميلة جدا، فعالة جدا، حلوة قوي وبسيطة ومش مكلفة، يعني من الوصفات المجربة ورائعة جدا. الوصفة بتاعتنا عبارة عن معلقتين من زيت اللوز الحلو، معلقتين من زيت الذرة، 2 معلقة من جنين القمح. هتخلطيهم كويس قوي وتدهني بيهم الاماكن اللي فيها اسمرار بين الفخدين، تحت الابطين، اماكن الكوع، الركبه، يعني هي من الحاجات الحلوه قوي، وتقدري تدهنيها بامان جدا جوه الاماكن الحساسه، مفيش اي مشكله خالص منها، ولا في منها اي ضرر، ولا بتعمل هرش ولا حكه ولا اي حاجه. هتسيبيها من بالليل للصبح، وبعدين تغسليها بالمية والصابون وبالليفة طبعا بتاعتك العادية. ممكن كمان بعديها تبدأي تصنفري بالليفة المغربية عشان تزيلي اثر الجلد الميت. هي حلوة قوي، الوصفة جميلة، تعمليها ممكن يوميا، ممكن تسيبيها لحد لو تاخدي دش ممكن تسيبيها يوم كامل عادي خالص. هي من الوصفات الجميلة، بتنشف بسرعة، مش بتسيبلك اثر دهني، مش بتضايقك. من الوصفات البسيطة والله، حلوة، جربوها، جميلة جدا، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تستفيدوا منها كتير. ما تنسوش طبعا تشتركوا معانا في القناة، سواء قناتي او قناة دكتورة دعاء محمد، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد بنات يستفيد منه زي ما انتوا استفدتم منه. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.